معلومات وحقائق عن قيس الشيخ نجيب بطل مسلسل الخائن، من عائلة فنية، زوجته وأبنائه وسر علاقته. معلومات عن قيس الشيخ نجيب وزوجة الفنان قيس الشيخ نجيب وأبناء الممثل السوري قيس وأعمال الممثل قيس الشيخ نجيب. اكتبوا لنا في الكومنتات رأيكم في تمثيله في مسلسل الخائن وكمان مسلسل ستيليتو، شخصيتين عكس بعض تماما بس أقنعنا في الدورين. هنستنى رأيكم في الكومنتات. قيس الشيخ نجيب ممثل سوري من مواليد دمشق في 5 يونيو عام 1977. عمره حاليا 46 عاما. برجه الفلكي هو برج الجوزاء، وديانته الإسلام. يبلغ طوله 175 سنتيمتر ووزنه 70 كيلوغرام. ينحدر قيس من عائلة فنية عريقة، فوالده هو الممثل السوري القدير محمد شيخ النجيب. أما والدته فهي الفنانة خديجة العبد، التي عملت لفترة في إحدى فرق الرقص الشعبي، لكنها ابتعدت عن الفن وقررت الاهتمام بأبنائها. التحق قيس بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه في عام 1998. وفي عام 1999 انضم لنقابة الفنانين السوريين وبدأ مشواره الفني، حيث قدم العديد من الأعمال المسرحية والمسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية. حصل قيس الشيخ نجيب على عدة جوائز على مدار مشواره الفني، فقد حصل على جائزة الموريكس دور، كما حصل على جائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلسل على حافة الهاوية من مهرجان الدنيا السينمائي الدولي. كان للفنان قيس الشيخ نجيب عدة تجارب في مجال تقديم البرامج التلفزيونية، وكان من أشهر البرامج التي شارك في تقديمها هو الجزء الثالث من برنامج قعدة رجالة مع النجم المصري خالد سليم والنجم نيكولا معوض. طالت الممثل قيس عدة شائعات بأنه على علاقة بالفنانة السورية روعة السعدي، وأشاع البعض أنهما تزوجا وسافرا لقضاء شهر العسل، وهذا ما نفته روعة بشدة، وقالت أنها لم تقابل قيس أبدا ولا توجد أعمال تجمع بينهما ولا تدري ما مصدر هذه الشائعات. وبالنسبة للحالة الاجتماعية للفنان قيس الشيخ نجيب، فهو متزوج من الكاتبة لبنى مشلح منذ عام 2011، والتي كانت زميلته في المعهد العالي للفنون المسرحية، وقد رزق الثنائي بطفلهما الأول أسمياه جود. هنستنى تكتبوا لنا في الكومنتات رأيكم في الممثل قيس الشيخ نجيب وأدائه في أدواره في مسلسل الخائن وستيليتو، ولو متوقعين النهاية في مسلسل الخائن هتكون ايه. ما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو ده علشان تشجعونا نعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر. نشوفكم الفيديو الجاي.